شوفوا معنا في هذا الفيديو وشنو قال عز الدين أيجودي المدرب الجزائري، المدرب اللي درب المنتخب الجزائري والجميع الأندية الجزائرية والفرق المغربية، مولودية الوجدية، حسنية أكادير والمغرب الفاسي. عز الدين أيجودي الكلمة ديالو على فوزي القجا وعلى النهضة البركانية وعلى الفرق الوطنية والمنتخب الوطني المغربي. شوفوا شنو قال عز الدين في هذا البث اللي غادي هذا الفيديو اللي راه معنا، وجابوني في لي كومونتير وشنو قال السي عز الدين أيجودي. تحياتي للسي عز الدين أيجودي. باسكو جبت لي بركان خلي برك نحكي القصه هذه الصغيره انكدوت باسكو يقول لك العود اللي تحضروا يعميك. نهار اون 2013 في 2013 السي فوزي القجا اتصل بيا عن طريق الصحفي استغفر الله دوك نتذكر العزاوي يا وتلاقينا في الرباط. هذه يعني ما كانوش الاخوان على بالهم بها في النواحي تاع جوان مازال مقابله ولا والعقد تاعي مازالو ساري مع فريق المغرب الفاسي. كان واحد الجماعه اللي سمعت باللي الفريق بركاني اتصل بيا وكنت حبيت يعني لان المشروع تاع سي القجع في هذاك الوقت عجبني. وشنو قالوا لي تمشي الفيلاج وتمشي للدوار وتمشي هكا. شو سبحان الله يعني اليوم فريق بركان شحال 12 سنه. شوف كيف ولا يعني صراحه يعني مفخره للمنطقه ومفخره للمغرب انه فريق كيفاه مشى وكيفاه طور وتحسن يعني صراحه. واليوم يشرف الكره المغربيه. الحمد لله. حنا ثاني عندنا بزاف ما سافرناش باش نشوف اخواننا في المغرب فهمت. وانتم ثاني مرحبا بكم في الجزائر. سي تمنيت نمشي لقسنطينه وشنو لعبنا البارح ماتش وكان الطريق بعيده وما دخلتش بكري سي بور سا المدينه قسنطينه بارابور تيزي وزو شويه بعيده صافي مع التعب. سينو كنت تمنيت نروح نشوف الماتش ونشوف الاخوان تما. وي وي صافي بليزير اخويا عز الدين تحضرت في المقابله، ولكن انت عندك فريق ديالك وعندك مقابله رسميه لعبتها امس، لعبتها البارح، ما غاديش تقدر تخلي المقابله وتمشي على تفرج المقابله. السي عليك يكون حاضر. حنا السي عز الدين كنعرفوا اطار وطني اللي مدرب. الله يسلمك. حنا الفرحه تاعنا ان شفنا امور ايجابيه سواء في الماتش تاع لالي ولا في الماتش تاع لوتور. شفنا احنا ثاني احنا الحمد لله يا ربي. احنا فرحنا ان كجزائريين استقبال حار. الطائره الخاصه فاتت على الاجواء الجزائريه يعني الامور. الجزائر سهلت الامور في هذه المباراه هذه. وحتى يعني رغم ان فريق شباب قسنطينه لم يتاهل الا ان اعطى واحد الصوره مشرفه في اخر مقابله. فرحت بها بزاف لان كاخوان كاصدقاء كاحباب لابد باش تكون العلاقه بيناتنا اخويه رياضيه حبيه. سي عز الدين هذه كلمه قلتها في المكانه ديالها. حنا كنتلاقاو بيناتنا خوتنا الجزائريين ولا المغاربه ولا التوانسه ولا كنتلاقاو خوت كنجلسوا كنباتوا مع بعضياتنا كنصروا مع بعضياتنا نتجامعوا، ولكن ملي كتمشي للتواصل الاجتماعي ديك الهضره تاع التواصل الاجتماعي حنا بعاد عليها. حنا بالعكس ربي سي عز يهديهم الدين اخويا انت راك مشيت للمغرب ودربت انديه وعندك اسم كبير في المغرب، في الكره المغربيه راه اسم كبير. وسيرتو ذاك ديك السنه اللي هذيك الانجاز مع المغرب الفاسي للمرتبه الثالثه اللي كان الحمد سي لله. عز الدين عنده عروض كبيره، كانت عنده طب النهضه البركانيه، ولكن كان العروض اختار على سي عز الدين علاش ما توفقش باش يكون في نهضه بركان. كانوا عروض اخرى. وحتى نهضه بركان ديك الوقيته نعرفوا ما كانش فريق اللي كاين نفس الالقاب، ولا كان فريق كما نقولوا في المراتب المتوسطه. سي عز الدين راه ذاك السنه اللي دار المرتبه الثالثه مع المغرب الفاسي، يمكن تما اللي جا موراه رشيد الطاوسي اللي فاز شوف بثلاثه الالقاب مع نقول المغرب لك الفاسي. جوست باسكو جبت لي بركان خلي برك نحكي القصه هذه الصغيره انكدوت باسكو يقول لك العود اللي تحضروا يعميك. نهار اون 2013
في 2013 السي فوزي القجع اتصل بيا عن طريق صحفي، استغفر الله دوك نذكر، العزاوي، يا وتلاقينا في الرباط. هذه يعني ما كانوش الاخوان على بالهم بها. في النواحي تاع جوان مازال مقابله ولا والعقد تاعي مازالو ساري مع فريق المغرب الفاسي. وكان واحد الجماعه اللي سمعت باللي الفريق بركاني اتصل بيا، وكنت حبيت يعني لان المشروع تاع سي القجع في هذاك الوقت عجبني. وشنو قالوا لي تمشي الفيلاج وتمشي للدوار وتمشي هكا. شو سبحان الله يعني اليوم فريق بركان شحال 12 سنه، شوف كيف ولا. يعني صراحه يعني مفخره للمنطقه ومفخره للمغرب انه فريق كيفاه مشى وكيفاه طور وتحسن. يعني صراحه واليوم يشرف في الكره المغربيه. شكرا سي عزين. سي عزين اخويا، وشنو هو المشكل اللي خلاك ذاك الوقيته ما مشيتش تنهضر بكاني؟ شكون اللي قال لك بركه راه والله دوار ومدينه شوف، انا صغيره؟ هذاك العام، هذا خويا انا ديالي مال. ذاك انا باك انا عندي واحد العلاقه خاصه مع شبيب القبائل، لانه فريقي لعبت فيه وتدربت فيه وفهمت وكان عندي فيه بطولات. فشغل دخل رئيس الفريق تاع الله يرحمه محمد شريف حناشي واتصل بيا. شغل دور لي راسي كما يقولوا، فهمت، دور لي راسي. وكانت حتى يعني فريق جديده قبل ما يجي عبد الحق بن شيخه اتصلوا بيا. ولكن موضوع سي عز الدين، نرجعوا هذا الموضوع مازال باش تعطينا سي عز الدين العمل ديالو واش من نادي. بغيناك انت تقول هذا الشيء هذا، ولكن غير نرجعوا شويه المقابله ديال قسنطينه بركان سي عز الدين، اللي كما كتشوف اليوم شباب قسنطينه قدم واحد المقابله كبيره بكل صراحه. يعني الناس شهدوا على فريق قسنطينه اللي ما عرفناش في اللقاء في مدينه بركان وشنو وقع شباب قسنطينه. الضغط ما عرفناش واش كان ضغط جماهيري، واش اول مره شباب قسنطينه يتاهل النصف النهائي، كان عليه واحد الضغط كبير. اليوم شباب قسنطينه السي عز الدين قدم واحد المقابله رائعه بصراحه. انتصر، سجل الهدف ديالو، كان مسيطر على الكره في 90 دقيقه. المشكل ما عرفناش شنو هو المشكل ديال هذا الفريق اللي وقعت له ديك النتيجه في مدينه بركان سيرتو بعض ديال الاهداف. ولكن اليوم ماشي هذاك هو الفريق اللي جا بركان، هذا فريق اخر. نعم يعني هذا فريق اخر، ولكن فريق بركان هو يعني كي نشوفوا فريق كيف تعامل مع المباريات الاولى من كاس الكاف، تلقى يعني دفاعيا دفاع صلب، هجوميا هجوم قوي. اليوم فريق البركاني سير المباراه، عارف كيف يسير. اما من جهه شباب قسنطينه، صح كان هناك تمسك بالكره خاصه في الشوط الاول. 70% تاع الكره كانت شدها فريق شباب قسنطينه، ولكن التسرع والكرات الطويله فاظن الامر هذا يعني ما نسمح لهمش كيفاه يفوزوا في هذه المباراه او يسجلون اكثر من هدفين ولا ثلاثه. فعموما رغم ذلك انا نقول صح الفريق قسنطينه خرج من هذه المباراه باش راح يلعب المباريات المتبقيه، العشر مباريات المتبقيه من البطوله. لهذا اظن ان الكلاسمون تاعو في البطوله ماهوش مرتاح، راح يركز اكثر. لو بالك اليوم خسر، انا قلتها قبل المباراه الاخوان وتكلمنا، قلنا ان فريق البركاني سيكون صعب المنال على فريق قسنطينه. اذا سجلنا هدفين فستكون مباراه يعني حاجه كبيره، لان في 11 مباراه ما تسجلش على فريق البركاني اكثر من هدف. فصراحه نكن له كل احترام لهذا الفريق. فاليوم فريق قسنطينه حاول كيف يؤدي مباراه
لاسترجاع النفس اللي يبقى له للبطوله، لان في البطوله ب 26 نقطه ماهوش محمي. 4 مباريات متاخره، سيحاول كيف يستعيد بهم المراتب الاولى اللي تخليه بالك الموسم الجاي يشارك افريقيا. ولو كان سي عز الدين شباب قسنطينه لو كان السنه الجايه نشوفوه افريقيا، يقدر يكون واحد الفريق اللي يكون منافس على كاس